السلام عليكم. المنتخب المغربي يقصي هولندا من كأس العالم ويتأهل إلى دور ال16 لمواجهة كندا. مواجهة كندا هاي راح نحكي عنها بالفيديو، ولكن أعطيني مباراة هولندا. المنتخب المغربي لعب جيم ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى ولا أكمل. استحواذ على الكرة، لعب، تسديد، خطورة، دفاع، هجوم، وسط. المنتخب المغربي يا جماعة اليوم وأنا بحضر بالمباراة والله هيك يعني تصفن، يعني بتحكي هل يعقل عندنا منتخب عربي بقدم الكرة الجميلة اللي احنا بنشوفها؟ احنا بنحضر البرازيل، بعدين بنحضر المانيا، بعدين بنحضر المغرب ضد هولندا. مين اعطيني منتخب اقنع او كان يستحق الفوز او يستحق النتيجة اللي طلع فيها اكثر من المنتخب المغربي؟ ثقة. المنتخب المغربي يعني جماليته بثقته، بفنياته، بمدربه، منتخب متكامل على جميع الأصعدة. يا جماعة اليوم هولندا، لما أنت تحكي هولندا يعني الكرة الحلوة، الكرة الجميلة، الاستحواذ، الخطورة، الفنيات. والله العظيم اليوم بتطلع على المباراة، المنتخب المغربي هو المنتخب الهولندي، المنتخب المغربي هو المكتسح. يعني نيال الشعب المغربي ونيال الشعب العربي في هذا المنتخب اللي بفش غلك، اللي بيبسطك وبشبعك كرة قدم وبالنهاية يعني ما تأهل بركلات الحظ أو بركلات الجزاء، ولكن بتطلع على الجيم. والله يعني الكرة اليوم أنصفت من يستحق. يعني ما تحكي لي المنتخب الهولندي استحق الفوز أكثر من المنتخب المغربي. هولندا أنا ما شفت، ما قدمت شيء على أرض الملعب. منتخب بالعكس، أنا حسيت داخلين والمنتخب الهولندي حاسب حساب المنتخب المغربي وخايفين من المنتخب المغربي وعاملين ألف حساب. والمنتخب المغربي بيدخل انه انا اليد العليا في هذا الماتش. انا داخل افوز، انا بدي اتاهل، انا المغرب، انا بدي اتاهل. طبعا بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعه انا يعني محتار على مين اثني. هل احكي على اشرف حكيمي، الصباري، صبيري، احكي عن اوناحي اللي تبدل، احكي عن بونو، احكي عن مزراوي. مزراوي يا اخوان، بتحسه ظهير. على فكره مزراوي ما بيلعب اساسي مع اليونايتد، عشان الناس تكون عارفه. نصير مزراوي مش اساسي مع مانشستر يونايتد. بس انا اليوم المستوى اللي قدم لي اياه مزراوي يعني من افضل الاظهره اللي انت بتشوفها في العالم. بتستغرب اصلا كيف ظهير زي هيك ما بيلعب اساسي مع مانشستر يونايتد. والله المغرب عجبني اليوم، والله استمتعنا بالمغرب اليوم. هولندا ما اقنع، هولندا ما اقنع. يعني الوجه اللي فرجانا اياه في دور المجموعات، 5 على تونس و5 على السويد، لا ما اقنع المنتخب الهولندي. بالنهاية المنتخب المغربي استحق الفوز. المنتخب المغربي كان افضل وكان اخطر واكثر من سدد واكثر من استحوذ. ومن استحق الفوز ومن استحق الانتصار انتصر في النهاية. فألف مبارك جماهير المغرب، ألف مبارك جماهير الوطن العربي. أي واحد شجع المنتخب المغربي اليوم نحكي له مبارك. يعني المنتخب المغربي بطل على الوطن العربي هسا. أنا مثلا واحد مش مش من الوطن العربي، مش من افريقيا، مش من اسيا، من من امريكا مثلا، شفت المنتخب المغربي بشجعه. ليش ما اشجعه؟ منتخب جميل، منتخب رائع، منتخب بيقدم لك كرة هجومية حلوة، بمتعك، بيبسطك، في روح قتالية. جمهور المنتخب المغربي جمهور اليوم شفنا يعني فمنتخب متكامل. يعني هاي جمالية كرة القدم، لما تكون فعلا بتتقدم صح، بتوصل صح. فنيالكم يا جماهير المغرب، احنا ما بنحسدكم، ولكن نيالكم ونيالنا احنا كمان. طيب بالنسبة للمواجهة الجاي كندا، والله شوف هولندا، انا حكيت وانا بحضر المباراة، حكيت هولندا
المنتخب المغربي إذا تخطى هولندا مش راح يتوقف قبل ربع النهائي. ما مش شايف ابدا المنتخب الكندي في نفس الكفه مع المنتخب المغربي. يا لا، الطريق انا شايفه كويس، شايفه ان شاء الله انه يكون سهل. ما بدنا المنتخب المغربي يتساهل انه ينظر للمنتخب الكندي انه منتخب مش قوي، لا. ولكن يعني ككرة قدم، لا، المنتخب الكندي اقل من المنتخب المغربي بصراحه. فان شاء الله المنتخب المغربي مكمل بهاي البطوله. ويعني هو الشيء الوحيد اللي بخوف فرنسا بصراحه بطريق المنتخب المغربي. الشيء الوحيد اللي ممكن تخاف منه فرنسا، واللي هو ان شاء الله انه المنتخب المغرب بيكمل الطريق وبيكمل لنصف النهائي وابعد من هيك ان شاء الله. على كل حال، هذا كل شيء عندي لليوم. مبارك للمنتخب المغربي، ومبارك للشعب العربي، ومبارك للجمهور المغربي، مبارك لكل من آزر المنتخب المغربي. كان معكم محمد أكرم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتضغطوا لنا على زر اللايك، والسلام عليكم.